النهاردة هجرب منتجين مصري حكاية لشركة مصرية حكاية من بيك شيبس، وشركة مصرية حكاية لآيس كريم كوكيز ويتش. بجد منتجين روعة وحكاية، وهجربهم واتأكد هل هم روعة وحكاية ومن شركة مصرية تستحق كل الدعم ولا لا. تعالوا نجرب. ولأول مرة هجرب بيك شيبس بطعم الشطة الحلوة. ده كده شكل الشيبس من جوه. سامعين صوت القرمشة؟ بيك شيبس بالشطة الحلوة بجد حكاية حكاية. شركة بيك شيبس شركة مصرية بجد تستحق كل الدعم والتقدير. وما تنسوش تعملوا لايكات كتير. يا حلاوة بجد شيبس مصر حكاية 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 بجد. ايس كريم كوكيز ويتش من عم جمعة. تعالوا نشوف طعم حكاية ولا لا. ده كده شكله من جوه، شكله خطير وجميل بجد. بجد حكاية حكاية. يعني الايس كريم الجميل ده ب6 جنيه بس، بجد يستاهل وبجد طعمه رائع وخطير. جميل بجد بجد. اللي هيجربه مش هيندم خالص. ايس كريم كوكيز ويتش لشركة مصرية حكاية بجد روعة وحكاية. متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان تشوفوا تجربة حكاية مع اسلام فتحي، هتعجبكم جدا.